من الطبيعي جدًا لمّا بيكون عندي أي ألم في جسمي، في أي حتة، ألم في السنان، عندي صداع، عندي حاجة في رجليّا، أصل إيدي اتقطعت، أي ألم باحس إنه بيعطّل بقية جسمي، بيعطّل إنتاجي، بيعطّل أدائي، ما باشتغلش زي ما أنا، ما باعرفش أتعامل مع الناس زي ما أنا، ما باكونش على نفس مستوى الحماسة ولا مستوى الmood الحلو ولا التعامل، باحس بعَطَلة. طبيعي إن الألم أيًا كان مكانه في جسمي بيعطّل بقية جسمي، وبيعطّل بقية إنتاجي، وبابقى شايفة أثره عامل إزاي، حتى وأنا عارفة إن هو الألم في رجلي بس، في أسناني بس، في إيدي بس، لكن بقية جسمي اتعطّل، ما بينتجش بنفس المستوى اللي لمّا بيكون الألم مش موجود فيه. طيب الألم النفسي بقى اللي ما بيكونش ظاهر أصلًا وبيكون داخلي، بيكون مكتوم، ما بيكونش اتعالج بطريقة صح، بيعمل إيه في بقية أدائي، بيعمل إيه في بقية نفسيتي، بيعمل إيه في بقية سلوكياتي ومشاعري وأفكاري، بيعمل نفس الأثر اللي بيعمله الألم الجسدي، بيعطّلني، بيعطّل مشاعري وبيعطّل شغفي وبيعطّل إنتاجي وبيعطّل تواصلي وبيعطّل إيجابياتي. وجود ألم نفسي موجود سواء كنت عارف أو مش عارف، مدرك أو مش مدرك، لكن أنت مجرد إنك مريت بحدث سلبي، بموقف سلبي، بمشاعر سلبية، بطاقة من حد سلبية وأثرت فيك، مجرد إن أنت مريت بده وما اتعالجش وما اتعافيتش منه بشكل سليم، إذا هو سبب ليك ألم نفسي هيكون أثره على النفس نفس الأثر اللي ممكن يعمله أي ألم في جسمك بالضبط، هيعطّل، هيوقّف الإنتاج، هيبوّظ الmood، هيبطّل المشاعر، حاجات كتيرة جدًا. طيب أمّال إيه الحل يا ياسمين، هو أنتِ يعني بتقولي لنا كده عشان نركّز مع الآلام النفسية؟ لأ، عشان خاطر نركّز مع علاجها، ما نسيبش حاجة كده تعدّي علينا ونقول موقف وخلاص، زعلت وخلاص، كتمت وخلاص، ما عرفتش أعبّر عن مشاعري وخلاص، وأسيب الألم النفسي جوّايا عمّال يأثّر وعمّال يعطّل ويعطّل إنتاجي ويعطّل تواصلي ويعطّل إحساسي بالسعادة وإحساسي بالشغف وإن أنا أكون في mood متّزن مستقر بينتج أحسن ما عندي، بسبب إيه؟ أنا كان عندي ألم نفسي وما عرفتش أعالجه، ما عرفتش أتعافى منه بشكل سليم وتجاوزته. الألم النفسي نفس بالضبط الأثر اللي بيعمله الألم الجسدي في أي حاجة من أعضائك، إيه اللي بيحصل؟ بقية الأعضاء تتشاكى له بالسهر والحمى، بيفضل بقية كل جسمك حاسس بنفس الأثر، نفس الكلام برضه في أي جزء من أجزاء النفس، بقية إنتاجك كله وبقية سلوكياتك كلها وبقية مشاعرك بتحس بنفس الأثر. تعافى أول بأول، اوعى تسيب أثر نفسي جواك، سايب أي أثر سلبي من غير ما تمر منه بسلام.